كل صاحب متجر إلكتروني بيعرف هالشعور. سلة التسوق بتتملى والأمور تمام، وفجأة كل شي بيختفي. في لغز الصامت بيكلف المتاجر الإلكترونية كتير. بالدقائق الجاية رح نحل هاللغز سوا. 70%. تخيلوا معي، من كل 10 عملاء بيدخلوا المتجر وبيعبوا سلاتهم، 7 منهم بيختفوا تماماً عن نقطة الدفع. هاد مش مجرد رقم، هاد قاتل صامت للمبيعات بيهاجم كل متجر إلكتروني. طيب، وين بيروحوا كل هدول الناس؟ هل القصة كلها سعر ولا في شي تاني عم بيصير ورا الكواليس إحنا مش شايفينه؟ الإجابة ممكن كتير تفاجئكن، وهاي اللي رح نركز عليها اليوم. طيب خلونا ندخل في صلب الموضوع. اليوم رح نكشف عن السبب الحقيقي وراء هاي المشكلة اللي بتكلف أصحاب المتاجر مبالغ ضخمة كل يوم. أول شغلة لازم نشيل من راسنا الأفكار التقليدية. القصة مش مجرد حظ سيء، وغالباً السعر مش هو المشكلة الأساسية. الحقيقة موجودة بمكان أعمق، بتفصيلة صغيرة أغلب أصحاب المتاجر بيتجاهلوها تماماً. السبب الحقيقي واللي الكل بيغفل عنه هو تجربة الدفع نفسها. نعم، العملية اللي المفروض تكون أسهل شيء هي نفسها اللي بتخلي العملاء يهربوا. يعني الفكرة الأساسية هي هاي: المشكلة مش بالمنتج اللي بينباع، المشكلة بكيفية بيعه. لما نستوعب إنه تجربة الدفع هي كل القصة، تركيزنا كله بيتغير من المنتج للشخص اللي بيشتري. طيب، هسا خلينا نشوف كيف ممكن تجربة الدفع هاي تتحول لسلسلة حواجز بتقتل المبيعات حرفياً. رح نحكي بالتحديد عن الأخطاء اللي بتطرد العملاء في آخر لحظة. شوفوا معي هاي العقبات الستة، هي اللي بتحول العميل اللي متحمس يشتري لمجرد رقم في خانة السلات المتروكة. من الخطوات اللي ما بتخلص لنقص الثقة، كل وحدة من هدول هي فعلاً باب خروج مفتوح للعميل. خلونا نفصصهم واحدة واحدة. العقبة الأولى، خطوات الدفع يلي ما بتنتهي وبتلخبط. العميل بيكون متوقع الموضوع بسيط، فجأة بيلاقي حاله بمتاهة صفحات وكبسات. كل خطوة زيادة هي فرصة جديدة للعميل إنه يفكر ويغير رأيه، وهذا الإحباط هو أول سبب للهروب. وهون منوصل للعقبة الثانية، إدخال البيانات اللي بيستهلك طاقة العميل وبيزهقه. بصراحة ما حدا بحد يضل يعبي نفس المعلومات مرة ورا مرة. كل مرة بتطلب منه معلومة هو أصلاً عطيك إياها، بتقربه خطوة من كبسة إغلاق الصفحة. وهون بتوضح العقبة الثالثة بشكل رهيب: خيارات الدفع المحدودة. شوفوا الفرق، على الشمال متجر عنده خيار أو خيارين مو واضحين، وهاد فوراً بيخلق شك. أما على اليمين متجر عنده خيارات دفع كتيرة والكل بيعرفها وبيثق فيها. هذا الشيء بيبني ثقة وبيعطي العميل إحساس بالراحة والتحكم. وهذا بياخدنا مباشرة للعقبة الرابعة، وهي نقص الثقة والأمان. أي صفحة دفع شكلها مش احترافي أو ما عليها علامات أمان واضحة رح تخلي أي حدا يتردد 1000 مرة قبل ما يحط تفاصيل بطاقته. وآخر عقبتين اللي ممكن يكونوا القشة اللي بتقسم ظهر البعير: صفحة بتحمل ببطء شديد وتصميم معجوق ومليان إعلانات وأشياء بتشتت الانتباه. باللحظة الأخيرة هاي لازم تركيز العميل يكون 100% على كبسة إتمام الشراء. أي شيء ثاني بيظهر على الشاشة هو عدو للمبيعات. طيب شو الحل لكل هاد؟ الحل بسيط، بس بيحتاج تغيير بطريقة التفكير. لازم ننتقل من فكرة إنه عنا متجر شغال وبس لامتلاك متجر محسن ومصمم خصيصاً عشان يبيع. والفرق بين الاثنين واضح جداً. على الشمال متجر والسلام زي ما بنسميه، طريق طويل ومعقد ومليان عقبات بتخلي العميل يهرب. أما على اليمين هاد هو الإي كوميرس المحسن، طريق واضح مباشر وسريع لإتمام الشراء، والنتيجة مبيعات أكتر وعملاء مبسوطين. طيب شو يعني بالضبط إي كوميرس محسن؟ ببساطة هو متجر مبني من الأساس لهدف واحد وواضح: زيادة المبيعات وإزالة أي عائق ممكن يواجه العميل. كل تفصيلة فيه، من سرعة تحميل الصفحة لشكل الكبسات، كله مصمم عشان يخدم هذا الهدف. والفلسفة كلها بتتلخص بهالجملة: إي كوميرس محسن، مش متجر والسلام. الفكرة مش أنه يكون عندك متجر على النت وبس، الفكرة أنه يكون عندك نظام كامل مصمم لزيادة أرباحك. وبالنهاية في سؤال واحد مهم لازم كل صاحب متجر يسأله لنفسه: صفحة الدفع بمتجري هل هي بوابة بترحب بالعملاء وبتشجعهم يكملوا، ولا هي حيط مسدود بيخليهم يهربوا؟
الإجابة على هالسؤال مش مجرد تفصيل تقني، هي اللي بتحدد مستقبل أرباح المتجر كله.